السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. ان شاء الله الفيديو نتاع نهار اليوم يلقاكم في صحة جيدة وفي احسن الاحوال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الوصفة نتاع نهار اليوم هي كيكة منعشة بذوق الليمون، سهلة وبسيطة التحضير وبمقادير بسيطة. نمر هنا لتحضير الوصفة. هنا عندي في المقادير، عندي 2 حبات بيض كبار، ملعقة صغيرة فانيليا. هنا الحبات نتاع البيض الى ما كانوش كبار نستعمل 3 حبات صغار. وهنا راح نضيف عليهم 5 ملاعق كبيرة نتاع سكر عادي. نضيف رشة ملح. وراح نبدأ بنخلط بالخلاط الكهربائي حتى يضاعف الحجم نتاع الخليط، واللي عندنا خليط كريمي ابيض كيما نخدمو لاجينواز. لاحظوا هنا الخليط بعد ما ولا ابيض، ضعف الحجم نتاع البيض. هنا راح في هذه المرحلة راح نبدأ بإضافة الزيت. هنا عندي 7 ملاعق نتاع الزيت كبار. وهنا نخفضوا السرعة نتاع الخلط الكهربائي ونخلطوا حتى تنسجم الزيت. وهنا عندي 7 ملاعق نتاع الحليب يكون بدرجة حرارة الغرفة. ونضيفه شيئا فشيئا ومع الخلط المستمر. هنا في هذه المرحلة راح نبدأ بإضافة الفرينة. هنا عندي الفرينة 7 ملاعق مملوءة جيدا. وأنا عندي كيس خميرة كيميائية. الفرينة هنا راها منخولة، وكذلك الخميرة نخلوها باش نتخلصوا من هذيك الحبيبات. وهنا نخلطوا الفرينة جيدا. هنا بعد ما انسجمت الفرينة مع الخليط جيدا، هنا عندي هذا المول العجيب اللي عنده فراغ في الوسط، كنت دهنته بالزبدة مليح ورشيته بالفرينة وراح نفرغ فيه الخليط.
هنا نخبطوا المول باش نتحصلوا على سطح مستوي. بهذه الطريقه نخبطوه فوق طاوله العمل. وهنا راح ندخلوا الفرن اللي كان مسخن على درجه حراره متوسطه. هنا بعد ما طابت الكيكه نديمولوها ونخليوها تبرد تماما. شوفوا هنا كيفاش راهي طريه. خليوها تبرد تماما وراح نمروا نشربوها بالشربات. شربات تكون تعملت نصف كاس سكر وكاس ماء وخليتهم يغلاو. بعد الغليان 5 دقائق وطفيت عليهم وشريحة ليمون طبعا. وهنا راح نشرب كامل بهذا الكاس، واللي يحبها مشربة بزاف يضيف الشربات يدير كتر من كاس. هنا راح نمروا لتحضير سوبر كرام اللي راح نزينوا بها من الفوق. هنا عندي شويه فوق نصف كاس نتاع الماء، ماء بارد. وهنا عندي شويه تحت نصف كاس عصير الليمون، كنت عصرته وصفيته. يعني شويه فوق نصف كاس ماء وشويه تحت نصف كاس عصير الليمون مصفي طبعا. وهنا راح نضيفوا السكر. هنا عملت 4 ملاعق، ولكن ذقتها وجاتني خصال حلاوه. مع كما نعرفوا الليمون يكون حامض. ضفت ملعقه اخرى، يعني من 5 ملاعق نتاع سكر مملوءه جيدا. وعندي مغرف كبيره نتاع مايزينا ونخلط. عفوا، وعندي هنا عطر الليمون وفي نفس الوقت ملون. الباتاغون تاع السيترون. وهنا راح نخلطه بارد في بارد حتى ينسجموا كامل هذوك المكونات. يعني هاد سوبر كرام سهل التحضير وتجي منعشه. وهنا راح نشعلوا النار ونحركه بتحريك مستمر حتى يتقل معي الخليط. هنا شوفوا الكريمه بعد ما بدات تتقال هاد القوام، خليوهاش حتى تتقال بزاف. هنا راح نمروا نخليو السوبر كريم تاعنا تدفى تبرد ونمروا لتحضير الكريمه. انا عندي كريمه شونتيي، عندي غبره شونتيي، عندي فنجان وفنجان الا ربع نتاع حليب بارد. وراح نطلع بالخلاط الكهربائي. هنا بعد ما الكريمه تاعي طلعت راح نبدا نملأ هذا الفراغ اللي عندنا في المول العجيب ونملئه جيدا. هنا كريمه الشونتي ممكن تضيفوا له اي اضافه. انا حبيت نخلي كريمه الشونتي بدون اي اضافات. انا عندي سوبر كريم من الفوق راح تعطينا ذوق منعش. هنا السوبر كريم بعد ما كانت بردت تقريبا راه دافيه، ما نخليوهاش تبرد تماما حتى تجمد. يعني باش ما تذوبناش شونتيي تكون بارده نوعا ما، تكون دافيه. ونفرغوها فوق هاد الكريمه ونوزعوها بهذه الطريقه.
وهنا راح نزينه بورود ورود من كريمة شانتيي. هنا التزيين يبقى اختياري. وهنا عندي شرائح من الليمون زينت بهم من الفوق فقط للتزيين، ماشي ضروري. وهنا في الأطراف كنت ربيت شوية شوكولا بيضاء وعملت في الأطراف نتاع الكيكة. وهنا راح نقسم معاكم تشوفوا الكيكة كيفاش جات. هنا من الافضل انا ما خليتهاش تبردت تماما. هنا من الافضل نخليوها تبرد جيدا باش هذيك طبقه نتاع سوبر كريم تجمد معنا وما تسيحش كي نقصو المورسو. شوفوا هنا كانت عاد حكمت روحها، سالت من الاطراف، يعني كي تكون بارده وحكمه روحها تجي طبقه نتاعها باينه. شوفوا هنا المورسو نتاع كيفاش جا خفيف. ان شاء الله هاد الوصفه نتاعنا اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وتخليو لنا جام وتعليق، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر.